واضح من اسمه أنه من السوابق. الشيخ عيسى بن علي هو مؤسس الدولة الحديثة في البحرين، وهو يعني تطورت الأمور، تطورت كل المرافق في البحرين بعهد الشيخ عيسى بن علي، وكانت له علاقات وثيقة يعني الجزيرة والخليج وكذي، ومحب للخيل، ولديهم اسطبل في المحرق، وله يعني ولي عهده في الرخاء، فعند الخيل كانت في المحرق معروفة الخيل موجودة. جات المصنة من مبارك الصباح الكبير لابن عم الشيخ عيسى بن علي فرس صافرة مرشوشة اسمها المصنة، والمصنات أصلا من كحلة العجوز من خيل عنزة من الشمال. الفرس هذه الصافرة مرشوشة شبوه على الجلابي من خيل الخليفة، جابت فرس حمراء محيلة لا ريل. هاي الفلوة أولت حق الشيخ حمد بن عيسى ولي العهد. كذلك الشيخ حمد بن عيسى في عهد والده عمل اسطبل في الصخير، ويعني اسطبل كبير سوى في الصخير. عندما حكم الشيخ حمد بن عيسى تطورت أكثر الهواية في البحرين، تطورت وصارت يعني كان يعني يزورونه، وكان الملك عبد العزيز يزوره ويصير عروضات سباقات بالخيل، وكانت المصنة الشارك وتعرض في ذاك الوقت في ذي، وكانت تسابق وكانت سريعة وكانت جميلة وقوية. ومن الإهداءات المتبادلة بين حكام الخليج، أهدى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود فرس دهمة إلى حاكم البحرين الشيخ حمد آل خليفة، وذلك في حقبة الأربعينيات من القرن العشرين. وقد أنجبت هذه الفرس فرس صغيرة اسمها الشيخ سلمان رفة، وفيما بعد أهداها إلى حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح، وهي تأتي من ضمن الود المتبادل بين حكام الخليج والهدايا المتبادلة، وأثمنها في مقدمتها الخيول العربية. عهد الشيخ سلمان كانت هناك مبادرات كثيرة بين آل صباح وآل الخليفة. أرسلوا له المعنقية في البحرين، معنقيتين، معنقية المرة ومعنقية كاسبة الخيل، معنقية الكويت يسمونها الكويتية. فهذه المعنقية يسمونها كاسبة الخيل. وسمعت في رواية أنا كاسبة خير، ويعني كنت أنا يعني أطالع للجانب والجانب أقول يمكن في الترجمة صارت كاسبة الخير وهي كاسبة خير، ويعني يمكن تقريبا أنا أرجح أنها هي كاسبة خير، ولكنهما في كلمة راجح كاسبة الخير هو الصح. وفي أوائل سنين